اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جايبه لكم النهارده فكره جميله جدا وديكور لرمضان ان شاء الله هيعجبكم. نجيب بقى اي علبه تكون بالشكل ده، عندنا علبه حلاوه مولد، علبه حلويات، اي علبه. هبدا اخد كده الجزء ده كده واقص الغطا، وهستخدم بقى هنا قماش الخيش في الفكره بتاعتي. تقدري تستخدمي قماش خياميه، بس انا حبيت استخدم قماش الخيش، هيديني طابع حلو جدا، وفي نفس الوقت اقدر استخدم الفكره دي كمان لبعد رمضان. هبدأ كده في تغليف العلبة بطريقة بسيطة جدا وبدون أي حاجة تكون صعبة على أي حد. أنا بس مجرد إن أنا أقص الدركان كده وأسيب مسافة حوالي 10 سنتي، طبعا على حسب الارتفاع بتاع العلبة، إن هي تغطي لي العلبة من بره ومن جوه زي كده بالظبط. أبدأ أسيب المسافة دي من جميع الاتجاهات، وهبدأ إن أنا أغلف العلبة بطريقة سهلة جدا. أنا النهاردة كل الأفكار بسيطة، وكل الطرق اللي هستخدمها في الشغل الديكور ده بسيطة جدا، بحيث ان اي حد يقدر ينفذها. ما فيهاش مقاسات، ما فيهاش باترون، ما فيهاش اي حاجة. هبدأ انفذ الخطوة دي كده على كل الاتجاهات. اهو انا كمان بقص اي زيادة معاكم، اللي هو بس انا عايزة الجزء اللي يغطي لي الارتفاع بتاع العلبة من بره ومن جوه. وادي كمان الكورنر ده هشيله كده. انا كده بغلف العلبة بطريقة سهلة ومش هتاخد مني وقت ولا مجهود، وان شاء الله تنفذي الديكور ده بطريقة سريعة ومش هياخد منك كمان وقت ولا مجهود. هبدأ بقى كده اكمل تغليف الجوانب كلها. انا بشيل اي زيادات عشان مش عايزة كلكعة تكون معايا. انا بعد كده هعمل قاعدة للعلبة. انا ممكن برضو تحطي قطعة خيش وتلزقيها، بس عشان الشغل يبقى نظيف هاخد كده الغطا اللي كان بتاع العلبة من فوق، اشيل الزوايد اللي فيه دي، واخد بس الجزء اللي يغطي القاعدة معايا، وفي نفس الوقت يديني متانة كده للفكرة بتاعتي. هبدأ برضو ان انا اغلفها عادي جدا باستخدام خيط الخيش. حتى الخيط هنا سوري قماش الخيش، حتى هنا انا ما قصيتش الزيادات، هي كده كده الحتة دي كانت فاضلة عندي فانا مش محتاجاها. ابدأ بقى كده ان انا احط كده كمية من الشمع، وهحط كده دي كده تبقى القاعدة بتاعتي، يبقى كده اول فكرة واول جزء خلص معايا. هبدأ بقى أزين الجزء ده الأول. هنا هستخدم شريط تزيين. الكلفة دي مش مكلفة خالص، رخيصة، ما حاولتش أستخدم حاجات غالية، وهقول لكم ليه بعد كده. أنا هنا هبتدي إن أنا بس أبروزها كده. طبعا أي شريط مناسب عندك تقدري تستخدميه، متوفر عندك. التزيين بقى بيرجع للخامات المتوفرة عندك وإمكانياتك. هبدأ إن أنا ألف كده الشريط التزيين برضو بطريقة سهلة جدا على الحواف كلها من بره، ويبقى كده أول الخطوة دي خلصت معايا. هنشوف بعد كده احنا هنعمل ايه. طبعا لحد دلوقتي الفكرة ما ظهرتش معايا، تابعوا معايا الفيديو للاخر، بس بجد بجد النتيجة هتبهركم. انا دلوقتي خلصت اهو التزيين. هبدأ بقى اجيب قطعة كرتون نفس الطول، بس اعرض منها حوالي 10 سنتي او 5 سنتي، المهم انها تبقى اعرض منها في العرض، لان الجزء ده هيبقى متني كده. برضو غلفته بنفس الطريقة. بصوا حتى هنا قماش الخيش ما كفاش معايا، وصلته من فوق، يعني انا على حسب المتوفر عندي. هو مش هيبان بعد كده. جبت الشريط ده برضو شريط تزيين زي ركامه كده جبير، تقدري تستخدمي مكانها اي حاجه، وتقدري تستغني عن الخطوه دي وتستخدمي شريط تزيين عادي جدا، يكون بس ليه شراشيب او حاجه نازله مش اكتر. هبدا بقى كده ان انا احط كده على الجنبين بس، مش هلف الدوران كله، انا هزين الجنبين بس. وتقدري تستخدمي ركامه او اي حاجه مكان الشريط ده. انا كان موجود عندي بصراحه، فانا حبيت استخدمه لان انا حسيت ان الفكره دي تنفع لرمضان، وكمان هستخدمها لغير رمضان، وهقول لكم ازاي بعد كده. هنفذ نفس اللي انا عملته في الجنب ده برضو، هلزق كده الجنب التاني، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في الفكره بتاعتنا. يا ريت تصلوا على النبي كده في الكومنتات لو وصلتوا لحد الجزء ده، وقولوا لي كده بتتابعوني من اي بلد عشان اتعرف عليكم واتشرف بيكم وتنوروني. هبدا بقى بعد كده ان انا اثبت. بس انا طبعا بتني الجوانب عشان يبقى معايا الشغل نضيف. هبدا كده احطها هنا. هنشوف احنا هنعمل ايه تاني. هنجيب بقى العصيان الشيش بس تكون السميكه مش رفيعه، نلف كده عليها خيط الخيش كلها. هيبقى انا محتاجة 4 لان دول اللي هيثبتوا معايا الفكرة. هنبدأ بقى في كل جنب نلزق واحدة. طبعا انا بعمل هنا كده عربية تقديم لرمضان ولغير رمضان، تقدري تبهري بيها ضيوفك وتبقى على سفرتك وعلى موجودة في شقتك، هتديكي شكل وطبع جمالي جدا في رمضان. وهقول لكم برضو في بعد رمضان ممكن نعمل فيها ايه، عشان انا هنا ما حبيتش استخدم قماش الخيامية عشان تنفعني لأي مناسبة، وبصراحة ديكور شيك جدا في البيت. وكمان لو هتشتريه من بره
بره هيبقى غالي جدا. اهي انا كده هحط بقى الجزء اللي انا حطيته من فوق اللي هو زي البيت ده كده زي غطا العربيه، ثبته برده بالشمع من فوق ومن تحت، وهبدا بقى احط شريط التزيين ده. تقدري تستخدميه طبعا في الفكره كلها، انا هنا هستخدمه في الجنبين بس دول كده، وتقدري كمان تستبدلي الجزء العريض اللي انا حطيته شريط الكبير ده برده انك يبقى برده مكانه نفس الشريط على حسب طبعا المتوفر. ودي كده كانت قطعه من شريط ستاره قديم كده عندي، خدت كده الدلايتين دول هحطهم كده في الجزء اللي في النص في اليمتين. جبت بقى 4 قطع كرتون، ده هيبقى معايا العجل. تقدري تستخدمي وتعملي اي حجم، هنا العجل ملوش مقاس معين، انا هنا تقريبا حوالي 10 سنتي القطر بتاعه. هبتدي ان انا اغلفه كده بفوم بني او اي حاجه، ممكن برضو تستخدمي قماش الخيش هنا، بس انا حبيت اكسر اللون شويه. وهبدأ كده ان انا اقص الزيادات بس، ونبتدي نشوف هنعمل ايه في الفكرة بتاعتنا. الافكارنا لحد كده سهلة طبعا. دي حلقات ستارة موجودة في كل بيت، جبتها ولفيت برضو عليها خيط الخيش عشان اعمل شكل كده جديد للعجلة. تقدري برضو تعملي العجلة باي شكل او ترسمي عليها بس حتى. هبدأ بقى كده اجيب خيط مكرمية، حبيت ان انا ابروز العجلة من الحروف وفي نفس الوقت اداري الكرتون. وتقدري برضو تستخدمي خيط الخيش هنا بس يكون سميك شوية، او تشتغليه كروشيه او ضفيرة. وهبدأ بقى ان انا الزق العجل كده في ال4 جوانب تحت شريط التزيين كده اللي انا حطيته عشان يعلي معايا كده ايه العربية شوية. وهبدأ ان انا انفذ الخطوة دي في ال4 جوانب. ابتدت الشكل يظهر معايا، ابتدى الديكور يبتدي يظهر اهو معايا زي ما انتم شايفين. يا رب تكون الافكار لحد دلوقتي سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع والكل يقدر ينفذها. بحاول اجيب لكم افكار بسيطة مفيدة وفي نفس الوقت غير مكلفة. تعالوا بقى نشوف هنحط في العربية ايه. بكل بساطة اي بواقي قطعة قماش الخش عندك او اي قماش تقدري ان انت تنفذيها. هنعمل شوية صغيرة كده، طبعا معروفة ان الشوالة بتاعت البلح بتبقى من الخيش، فانا حبيت ان انا برضو اعملها من الخيش. مش هبطنها ومش هعمل فيها فكرة ولا اي حاجة، مجرد ان انا لزقت كده من الجوانب وهبتدي ان انا اقلبها واتني الجزء اللي فوق بتاعها. ونبتدي برضو نحط عليها شريط تزيين، نفس الشريط او اي شريط متوفر عندك او اي حاجة، المهم بس نظهرها كده. هبدأ ان انا هحط عليها نفس الشريط اللي انا حطيته فوق في العربية كده من فوق. وابتدي ان احنا بعد كده هنحط لها بقى جواها بلح، نحط جواها يميش رمضان، نحط اي حاجة في الشويلة دي. بس انا بصراحة هحط فيها كده بلح اهو، انا زي ما انتم شايفين كده بقى. ده كان بقية الشريط عندي، عملت بس شوالين. تقدري ان انتي تنفذي اكتر من شوال، تقدري تعملي بعلب، تقدري تعملي باي حاجه. طبعا انتي خلاص نفذتي الفكره. الحاجات اللي جوه بقى ده ديكور، انتي هتقدري ان انتي تنفذيه زي ما انتي عايزه وبالامكانيات المتوفره عندك. اهو انا كده عملت شوالين نحط فيهم بقى اي حاجه. هنحط بصراحه هحط فيهم كده بلح، واوريكم برده فكرتين تاني مكان الشويله تقدري ان انت تحطيها. تقدري تحطي اي حاجه في العربيه، الديكور اللي انت عايزاه. هنا كده انا خلاص اهم خلصتهم. اجيب بقى كده البلح حطيته زي ما انتم شايفينه كده، ونحط الشوال التاني برده بنفس الشكل. وبعد كده هجيب بقى علبتين، دول علبتين كده بتوع شوكولاته كده صغيرين، تقدري تستخدمي اي علب صغيره او حاجه نفس الشكل ده كده. وهبتدي ان انا اجيب كده قطعه خيش قماش خيش، هبتدي ان انا اتنيها واخلي الاطراف بتاعتها لفوق بطريقه عشوائيه كده. هلزقها، انا عايزه اغطيها كده بس تبقى زي سله زي سبت كده. وابتدي برضو انفذ نفس الفكره على الجزء التاني. طبعا انا شلت الاستيكر اللي عليها لان انتوا عارفين طبعا ان قماش الخيش بيبقى بيشف طبعا عشان الثقوب اللي بتبقى فيه، فمش عايزه اي لون يبان تحتيها. هبدا بقى كده ان انا برضو الزق، وهبتدي برضو ان انا ازينها. بصراحه شريط التزيين ده كان خلص عندي، جبت شريط تزيين برضو بنفس الفكره بس الوان تانية، وبرضو يبقى في نفس الوقت مديني تنوع كده داخل العربيه، هيدي شكل جمالي برضو حلو قوي. ابتديت برضو ان انا الفه كده على العلبه. وكمان عملت كده زي صينيتين من نفس حلقات الستاره اللي انا لفيت عليها الخيش، وحطيت برضو حلقه ستاره تانية اللي هي المفتوحه دي كده تحتها، وما بينهم كده ستيكر. هتعمل معايا كده زي صينيه رمضانيه شكلها جميل، حطيتهم برضو كده عشان تبقى الفكره كده كملت معايا. وفانوس كمان زي ما انتم شايفين، دي النتيجه النهائيه. وهنا زي ما انتم شايفين حطيت عليها فرع النور، لفيته على العربيه كلها. تقدري تستخدمي فرع النور ده او فرع نور فيه فوانيس او اي اشكال رمضانيه. كمان بعد رمضان تقدري ان انت تستبدلي البلح دوت نحط فيها الكحك والبسكويت او اي حاجه للضيوف. عشان كده ما رضيتش ان انا اعملها بقماش الخياميه. رفعت كده الجزء بتاع
شريط الجبير اللي عندي ده من المنتصف، عشان كنت حاسه ان هو مداري على الفكره او الحاجات اللي انا حطاها جوه، لانه عريض شويه. ابتديت ان انا اشبكه كده، لزقته بالشمع من النص كده زي ما انتم شايفين، وحطيت كده دلايتين من نفس الشريط اللي انا استخدمته في باقي العربيه. يا رب تكون فكره النهارده عجبتكم، او الديكور الرمضاني اللي احنا عملناه النهارده يكون عجبكم، كله من اعاده التدوير. ولو عجبتكم بقى عربيه النهارده ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على علامه الكل، وانتظروني بفيديو جديد وافكار كتير ان شاء الله. احبكم في الله، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.